أشياء كنا مصدقينها ولكن طلعت في النهاية عبارة عن أكاذيب. في كتير أشياء كنا نصدقها أنها حقيقية وما خطر ببالنا ولو مرة أنها ممكن تكون عبارة عن أكاذيب، زي الخرافة المشهورة إذا حلقت شعرك راح يرجع ينمو أخشن. وفي كتير من المعلومات سمعناها من الناس وصدقناها لسنين بس الحقيقة غير كده تماما. لذا قررت في هذا المقطع أعطيكم حقائق كانوا الناس مصدقينها لكن هي عبارة عن أكاذيب. بدون ما أطول عليكم راح نبدأ بالحقيقة الأولى. وفي شيء شائع بالعالم أجمع بأن القطط تحب الحليب. فعلا القطط تحب الحليب، الحقيقة اللي ما تعرفها. كتير نشوف في الكرتون قطة تشرب الحليب وتكون مبسوطة، بس هل فعلا القطط تحب الحليب أو هل الحليب مفيد لها؟ خلونا نعرف الجواب الحقيقي. أغلب الناس يفكرون أن الحليب شيء تحبه القطط، لكن في الواقع هذا غير صحيح. القطط الصغيرة وهي ترضع من أمها يكون عندها إنزيم خاص في جسمها يساعد على تهضم الحليب الاكتيز، لكن لما تكبر القطة وتفطم جسمها يوقف إنتاج هذا الإنزيم. فإذا أعطينا قطة كبيرة حليب بقر ما تقدر تهضمه والنتيجة ممكن تتعب، يجيها إسهال، غازات أو ألم في البطن. يعني الحليب ممكن يضرها حتى لو كنت تحبه. الحل في حليب خاص للقطة بدون اكتواص، تقدر تشتريه من أي محل حيوانات. سننتقل الحقيقة تاني. في كتير ناس يعتقدون إذا حلقت شعرك يرجع ينمو أخشن، لكن هذا وهم. اللي يصير الشعر الجديد اللي ينمو يطلع بطرف حاد، عشان كده تحسه خشن لكن ما تغير نفس السمك ونفس اللون. يعني لا صدق أن الحلاق تخلي شعرك أقوى أو أكثر. والآن سننتقل لحقيقة ثالثة. نلاحظ أن دائما نرسم الشمس باللون الأصفر، ولكن هي في الحقيقة لون الشمس الحقيقي ليس أصفر. في الحقيقة الشمس تصدر ضوء أبيض ومكون من جميع ألوان الطيف. فلماذا نراها أصفر؟ الجواب هو الغلاف الجوي. حين يعبر ضوء الشمس لغلاف جوي يتشتت ألوان الأزرق ويبقى لنا الضوء الدافئ الأصفر والبرتقالي. ولو رأيت الشمس من الفضاء لبدأت لك بيضاء ومتوهجة. العلم يكشف لنا ما نراه ليس دائما حقيقي. في مقولة شهيرة دائما نسمع أن الحليب يقوي العظام، لكن الحقيقة غير كده تمام، لأنه مو كل الناس جسمه يتقبل الحليب. في ناس عندهم حساسية للاكتواص فيحدث له الجسم انتفاخات غايتان أو حتى ألم في المعدة، وفي ناس عندهم تحسس من بروتين الحليب نفسه. غير كده في بعض الدراسات تشير أن استهلاك كمية كبيرة من الحليب ممكن يرتبط بمشاكل في العظام أو زيادة التهاب. الحليب مش شر، بس الأكيد أنا مش للجميع. وفي النهاية لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك لكي نستمر في تنزيل محتوى لكم.